واخيرا بعد طول انتظار قدرت ان انا استلم اخيرا الاوردر اللي طلبته اكتر من حرفيا 100 مره، بس ما كنتش قادر استلمه، وهي السماعه ريد دراجون. تعالوا نعمل لها مع بعض انبوكسنج. انا طبعا فتحتها قبل كده، بس نعتبر ان دي اول مره. السماعه دي قبل ما اجيبها شفت لها ريفيوهات كتير، وبالذات عن المايك بتاعها انها بتعزل الصوت كويس، وكمان جوده الصوت بتاعها والار جي بي وحركات كده. فتعالوا نعمل لها انبوكسنج مع بعض. طبعا زي ما انتم شايفين هي مفتوحه قبل كده، بس تعالوا نشوف ايه المكونات بتاعتها. بسم الله. طبعا اهم عنصر، يعني اكيد مش هطلع لك من هنا كيبورد مثلا، هو السماعه. السماعه بتيجي لك يعني، هي طبعا سماعه بسلك زي ما انتم شايفين السلك بتاعها. يعني الحاجات دايما، الحاجات اللي هتلاقيها بسلك زي ده كده، السلك ده بالذات بيكون كويس وبيعيش على طول، لان الماوس بتاعي برضو السلك بتاعه كده. يعني النوعيه دي من السلوك بالذات بتعيش. فلما نيجي نشوف هنا في مدخل طبعا بتاع المايك، وفي مدخل بتاع الصوت، وده خاص بالار جي بي عشان توصل للسماعه ذات نفسها كهرباء. ودي السماعه يا جدعان، طبعا العلامه بتاع ريد دراجون، يعني حاجه كده على قد الايد، والخداديات بتاعتها اهي. وده المايك بتاعها. في شويه حاجات بقى مساعده على الجنب، اللي هي بتعلي الصوت توطي الصوت. في ايه كمان؟ تعلي الصوت توطي الصوت. بتهيألي هو ده بس اللي موجود، مش عارف في حاجة تانية هنا ولا لأ. آه لا، هو ده بس اللي موجود. يعني بعلي عادي من الجهاز اللي انت موصلها بيه. تعالوا نجربها كده مع بعض. والله انفع مذيع كورة. دلوقتي بقى جينا لساعة الحسم، وهي التجربة. وقبل ما انسى، السماعة بيجي معاها الحاجات دي، يعني دي يعني عادي ورقة مالناش دعوة بيها. واهم حاجة الوصلة دي. الوصلة دي اللي هي بتوصلها مثلا بالبي سي او باللابتوب. ودي المدخلين، واحد بتاع الصوت واحد بتاع المايك. شايف النور؟ زي ما انت سامع صوت السماعة جامد، وزي ما انت سامع برضو صوت المايك اجمد. ويعني كالطبيعي انت برضو مش هتسمع او مش هتتكلم، انا برضو يعني انا اللي سامع دلوقتي وانا اللي بتكلم، واصلا المايك ده من التليفون. بس محتاج اوضح حاجة، يعني اكتر حاجة عجباني فيها، يعني ممكن انت ما تكونش واخد بالك منها، بس دلوقتي هخليك تاخد بالك منها. طبعا يعني خدت بالك. اسمع، شوف، اتكلم. خدوها سكرين شوت وابعتوها لفهد العتيبي، او منشنوا لكابتن مدحت شلبي في الكومنتس.